أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص من المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية. مع الأخ خاطري مبارك سنتعرف على ما يوجد هنا في هذا المتحف من عتاد عسكري مغنوم من نظام الاحتلال المغربي ومن جيش الاحتلال المغربي الذي غنمه جيش التحرير الشعبي الصحراوي في حرب التحرير الأولى ما بين 1975 و 1991. إذا نتمنى لكم إن شاء الله رفقة طيبة ومرحبا بكم وسهلا. وتفضل بنا الأخ خاطري. مرحبا وسهلا والله. إذا هنا ندخل يعني باحة المتحف. تفضل أخ خاطري. هذا المتحف أي سنة تأسس؟ المتحف الوطني للمقاومة والمؤسسة الصحراوية، واكب الكفاح المسلح منذ بدايته، وكان له دور كبير لإيصال القضية الوطنية إلى جميع العالم. المتحف الوطني للمقاومة تأسس من نهاية السبعينيات، يعني كان عبارة عن متحف يعني مباشرة بعد كل عملية المقاتل الصحراوي يجمع جميع الحصائد الدخل التي حصل عليها من الاحتلال المغربي، يعني بعرضها في الأراضي المحررة الصحراوية، ويأتي بها يعني جميع الصحافة العالمية يعني تقوم بها بنشر هذه المعدات العسكرية التي قام المقاتل الصحراوي في عدة ملاحم بطولية تاريخية. هذا العتاد العسكري المغربي طبعا مدعوم به الحسن الثاني من عدة مصادر، منها الدول منها امريكا وروسيا وجميع بعض الدول، ومنها توجد يعني صناعة روسية وامريكيه والمانيه ونمساويه. هذه الاسلحه مختلف العيارات، مختلف يعني الشكل والنموذج، منها دبابات العسكر 155 وسلاحات 106 والجيب الامريكيه والجمسي والفريره، ناهيك عن عدد هائل من ايضا من الاسلحه الخفيفه من الرشاشات ومن سلاحات الطاو صناعه امريكيه. هناك يعني نشاهد طائره من بعد نرجعوا لها والله حطام الطائرات. نعم هي طائره جاكوار صناعه فرنسيه، يعني تم اسقاطها بعده كبيره خلال المقاتل الصحراوي، تم اسقاط ازيد من 67 طائره حربيه مغربيه صناعه فرنسيه. ايضا هذه القاعه امامنا يوجد فيها يعني العديد من النماذج من هذه الاسلحه التي قنمت من الاحتلال المغربي الجبان. ندخلوا قاعه هون فيها ايضا هذه نماذج العرض من القنائم التي قنمت من الاحتلال المغربي من مختلف الدول مصنعه للسلاح او داعمه. مثلا هذه الهاونات الصغيره صناعه فرنسيه، هذه ايضا صناعه اسبانيه وصناعه امريكيه. ايضا هذه نماذج من اجهزه الاتصالات بمختلف يعني الدول المدعمه والصانعه. هذا مثلا هذه صناعه امريكيه، صناعه فرنسيه، يعني هو صناعه بريطانيه. رادار. وين هو الرادار؟ هناك. هناك. ايضا هذه مدريات مضاده للآليات، صناعه روسيه وصناعه امريكيه. رشاشات صغيره. هذه رشاشات، هذه انواع من الرشاشات. نعم هذه من المدفعيه الصغيره. وهنا ايضا هذه الرشاشات صناعه المانيه وصناعه امريكيه. هذا سلاح الطاو صناعه امريكيه. هذا صناعه امريكيه. نعم صناعه امريكيه، سلاح الطاو صناعه امريكيه. وهنا ايضا هذه الرشاشات صناعه فرنسيه، صناعه المانيه وصناعه امريكيه. هنا ايضا قذائف صاروخيه صناعه فرنسيه، صناعه اسبانيه وصناعه امريكيه. هذه بعض الاحصائيات. بعض الاحصائيات المتعلقه بالعتاد المغربي من 1976 لغايه 2016، المشتريات اللي تحصل عليها نوعيه الاسلحه اللي اشتراها المغرب. ايضا هذه الذخائر العنقوديه اللي موجوده في الصحراء الغربيه. اذا هنا اذا سمحتي نرجع شوي للخريطه. اذا نبداو مثلا من فوق من المحبس
هذا نموذج او الطريقه اللي مخدوم بها الحزام مدير العار المغربي. طبعا هذا الحزام هو فكره اسرائيليه بتمويل بعض دول الخليج وخبراء امريكيين عسكريين شاركوا في هذه الخطه. نلاحظ ان الحزام داخل في الاراضي المغربيه للمقاطعه الصحراوي استطاع ان يضرب المدن والدواشر الرابطه بين الحدود الصحراويه والحدود المغربيه. اذا مع ان المحبس يعني من نقطه المحبس الى حدود يعني هاي كامل الحدود الصحراويه مع المغرب، ونحن هنا يعني في نقطه تندوف هناك يعني. نعم. وهذا كله يعني جدار هذا هو الذل والعار جدار المغرب الطريقه الى على مسافه 2720 كيلومتر. اذا الجدار يعني يتوجه الى بير قندوز. وهنا طبعا هذه الاراضي الموريتانيه، هذه كلها اراضي موريتانيه والاراضي المحرره، الاراضي الصحراويه المحرره. هنا يعني كذلك يعني الاراضي الصحراويه المحرره. وهنا يعني لا عفوا يعني هنا هذه مناطق محرره. نعم، هذه العلامه كلها علامه، هذه كلها علامه. هذه عندك ميجيكا وليت وزوكا وتشلا كذلك. نعم. اذا وهنا يعني هذا الذي تشاهدون على هذه البقعه البيضاء هذه كلها الاراضي الموريتانيه. وهنا يعني كثير من بعض المغاربه لا يعرف انه اغلبيه الحدود الصحراويه هي حدود صحراويه موريتانيه، وليست حدود صحراويه جزائريه الا من نقطه قليله جدا او مسافه قليله جدا. بعض المغاربه يعتقد على انه من جهه شرق الصحراء الغربيه توجد الجزائر، يعني في مخيله الكثير. إذن هذه خريطة. طبعا هذه المعلومات اللي متعلقه بالحزام وظل العار المغربي والتكلفه اللي يعني تكلف دوله الاحتلال المغربيه، طبعا وعدد الارقام اللي موجوده على طول شاطئ ظل العار المغربي. هنا كما قلت ذخائر عنقوديه موجوده في الصحراء الغربيه اللي يستخدم فيها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين العزل. نماذج من هذه المواد اللي قص فيها مخيمات نازحين الصحراويين في المدريه وفي عده مناطق صور حيه. هذه صور. نعم، هذه الصورة موجودة يعني توجد في الأراضي الصحراوية المحررة. أي نماذج من الأرقام اللي يزرع الاحتلال المغربي في الصحراء اللي بتاع الأفراد. إذن فيها مضاد الأفراد والآليات بما فيها أيضا يعني الدبابات حسب ما هو مكتوب هناك. هون ايضا هي نماذج من الارقام اللي مزروعه على طول الشارع للعار المغربي. صناعه فرنسيه، صناعه اسرائيليه، صناعه امريكيه، صناعه ايطاليه. وهي صوره بعض من الضحايا الارقام التي زرعت في الاراضي الصحراويه. جميل. اذا الان سنتوجه الى العتاد الثقيل. نبدأ من هنا. اوكي. أنا هيك سيارة أيضا مغنومة، سيارة عربة الجيب تحمل سلاح 106. إذا نحن دخلنا الآن منطقة العتاد الثقيل المغنوم من جيش التحرير الشعبي الصحراوي. غنمه جيش التحرير الشعبي الصحراوي من جيش الاحتلال المغربي، جيش الحسن الثاني آنذاك، في حرب اللي دامت 16 سنة والتي انتهت بأن طالب الحسن الثاني بوقفها مع الاستسلام لتنظيم الاستفتاء. تفضل. نماذج من الأسلحة اللي موجودة كلها نماذج فقط للعرض. هذه جيبة أمريكية تحمل سلاح 106. هذه صناعة أمريكية. صناعة أمريكية، نعم. نعم. هذه سلاح 106 صناعة إسبانية. هذه صناعة إسبانية. نعم، هذه صناعة إسبانية. هذا 120 محاذاة صناعة فرنسية. 120 ملم صناعة فرنسية. هي عربة قنهار الأولى والثانية والثالثة صناعة فرنسية. وعندنا آخر واحدة منهم دعمتها جنوب أفريقيا في زمن الأبارتهايد. نعم.
إذا كان الاحتلال المغربي يحصل أيضا على عتاد من جنوب إفريقيا في فترة الأبارتايد. نعم نعم. قبل وصول نيلسون مانديلا إلى لا. هنا أيضا هذه عربة البانهارد M3 مخصصة للإدارة، صناعة فرنسية. هذه خاصة، هذه سيارة الآن خاصة بالإدارة. نعم، هذه أغلبية الوثائق اللي المغروم من الاحتلال المغربي، الوثائق الشخصية المتعلقة بالجانب العسكري كلها وجدت داخل هذه السيارة. هذه السيارة. هي عربة مصفحة. نعم، عربة بانهارد M3. أيضا هذه الفرس ناقلات تحمل سلاح 23 عليها سلاح 14 ونص. هذه دبابة. هذه من تاع البانهارد اللي جنوب افريقيا. نعم، جنوب افريقيا في زمن العنصرية. هذا الجمس صناعة أمريكية. هذا أتذكره يعني في طفولتي كنت نشوفه في المدن المحتلة، يعني كان يستعمله جيش الاحتلال المغربي في نقل الجنود بالخصوص، هذه آلية للرفع على المنطقة. هذه دبابات العسكر 105 صناعة مشتركة، النمسا وألمانيا وفرنسا. هذه مدفعية 155 ذاتية الحركة، هذه قلمت في المعارك الوطنية وبرا الحزام العام المغربي ب 10 كيل. من قال لهم نقطة، هذا السلاح كان فعال في تلك الفترة. أيضا هي نماذج من دبابة العسكر 155 صناعة مشتركة ألمانيا فرنسا. أيضا دبابة صناعة نمساوية، صناعة النمسا. هذه أيضا نعم. هاي صناعة نمساوية. أيضا هي دبابة العسكر صناعة مشتركة فرنسا وألمانيا. فرنسا وألمانيا. نعم، فرنسا وألمانيا. والنمسا هذه يعني تم قلمها في ملاحم كثيرة من ملحمة نقاب وملحمة تشلق. 1979. نعم، و 1979 و 1987. نعم. يعني من نهاية السبعينات ونهاية أيضا الثمانينات، يعني تقريبا 10 سنوات. ناقل جنود الباب صناعة فرنسية تحمل الاحتلال المغربي. هذه أيضا يعني عربة مشابه. نعم، صناعة فرنسية. وهذه المدفعية 106 صناعة إسبانية وصناعة أمريكية. إذا نشوفوا أجزاء من الطائرات اللي غنمها جيش التحرير الشعبي الصحراوي في حربه الأولى. إذا هنا هذه أجزاء من الطائرات المغربية اللي غنمها جيش التحرير الشعبي الصحراوي بفضل يعني كفاءة المقاتل الصحراوي الذي استعمل صواريخ الصام بشكل مفاجئ، يعني كان غير متوقع بتاتا بالنسبة للاحتلال المغربي. تفضل أخي. طبعا هذه الأرقام تحطم نراج 1 نراج 5 صناعة فرنسية، يعني دولة الاحتلال المغربي يعني أتاها الدعم لفرنسا بكل سخاء، ودعمها بالطائرات نراج يعني قنبلة تقريبا نزع الصحراوي في مضريقة في عدة مناطق أخرى من الصحراء الغربية. هذه البقايا التحطمات يعني خلال 16 سنة من الحرب تم يعني إسقاط أزيد 67 طائرة مغربية، ناهيك عن يعني سقطت وراء حزام الذل العار. هنا هذه البقايا يعني تحمل سلاح، تحمل علم دولة الاحتلال. وتعرف يعني كم عدد الطيارين الذين تم أسرهم؟ توجد يعني البطاقات تاع الأسرى، القيادة اللي كانوا يعني يقودوا الطائرات، ويوجد لدينا نماذج من هذه البطاقات. جميل. الآن نشوفوا
جدار ترابي، جدار الذل والعار. نموذج نعم طبعا. حزام الذل والعار. وعليكم. انت مش حالك؟ ياك لباس؟ بخير ما شاء الله. صحتك انتم؟ ياك لباس؟ ياك خير؟ طري باس ما شاء الله. بخير طري الله. حالكم انتم؟ بخير صحة لباس ما شاء الله. بخير الحمد لله. توفيق ان شاء الله. مرحبا. محمد توصل معك في الحزام. توصل معك في الحزام. هذا محمد العتيب كلنا. تشرفينا والله وخير الله. هذا نموذج او الطريقه اللي مخدوم بها الحزام الذل والعار. طبعا كما ذكرنا هو فكره اسرائيليه بتمويل بعض دول الخليج وخبراء عسكريين امريكيين. تاج الحسن الثاني المغطرس الصحراوي استطاع ان يسترجع جل الاراضي الصحراوي اللي كانت تحت سيطره الاحتلال المغربي. هذا الحزام تم انجازه في عده مراحل من 1980 لغايه 1987. تم انجازه لعده مراحل. اولا المثلث النافع اللي كان يسميه الحسن الثاني بالمثلث النافع لانه يضم كل المدن الصحراويه الكبرى. مكونات يكون الحزام المغربي: حزام رملي على طول الشريط 2700 كيلومتر، اسلاك الشايكه، الالقاء بين فردي ومضاد الافراد والاليات. هي هذه الارقام. نعم. هي نماذج المزروعه في طول الشريط المغربي. قاعدة كبيرة تحميها من كل كلام، قاعدة صغيرة للإنذار. حزام حجري، خانات مضاد الآليات والأفراد، يعني وعدة تشكيلات أخرى مغربية. يعني هالحزام يحمي أيضا يعني بتكنولوجيا متطورة جدا، وفي الآخر يعني عاد يستخدم فيها طائرات درون. وهي صور طبعا من صور حقيقية لجدار. نعم. يعني هاي كلها صور للجدار كما تشاهدون، صور جوية وبعضها أرضي كذلك. إذا نؤكد على مستوى الخريطة. إذا هنا نتحدث عن منطقة تندوف. هناك يعني في الأعلى هناك المحبس فرسية، حوزة، بلت الزمور، مضريقة، قليبات الفولة، ميجك هناك، غوينيت، دوقج، زوق، وحتى نصل إلى منطقة القويرة هنا كما تشاهدون. إذن هذه القويرة توجد يعني في أقصى الصحراء الغربية. هذه هي الأراضي الموريتانية، هذه كلها أراضي موريتانية. وهنا يعني هنا هذه أراضي صحراوية، هذه أراضي محررة صحراوية كلها. هذه مخلفات طائرات الدرون. إذن هذه معدات حديثة اللي استعملها الآن الاحتلال المغربي. مرحبا سهلة. صالح بخير، كيف لباس؟ بخير ان شاء الله. بخير طري باس؟ بخير ان شاء الله. طري بخير الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. اشكر الله. حالا لا مازال حالا ان شاء الله. اذا كما شاهدتم احنا يعني قمنا معكم بهذه الجولة مع الاخ خطري مبارك، مشكورا من طبعا مقاتل صحراوي، ويعني يشتغل هنا في المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية. كلمة أخيرة الأخ خطري. أنا أود أن أوصل رسالة الشعب الصحراوي. يعني المتحف الوطني تعتبر قناة
شكرا جزيلا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.